ده بقى البولجاز بتاعنا اهو. تعالوا نعمل له كده. شايفين البولجاز بتاعنا ما شاء الله، والله العظيم يتكلم عن نفسه. يعني هو اساسا مش يعني مستوي خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صباح الفل وصباح الرضا. اول حاجه معانا النهارده كده، معانا زياره حلوه كده من مين يا سوسن؟ من حماتي، ربنا يخليها لي وما يحرمناش منها ابدا. طبعا مطلعه لي ذكر بط كده انضفه كده عشان الاولاد واطبخ لهم كده، ربنا يخليها لي وما يحرمناش منها ابدا ابدا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انا رحت كده السوق النهارده، واول حاجه جبتها كده معايا سمك مشوط اللي هو البلطي ده. والسمكه دي طبعا انا نضفتها كده يعني ايه، بس مش حبيت ان انا طبعا اطول عليكم الفيديو كده. فانا طبعا بنضفها وبفتح بطنها، او ممكن انضفها من عند الايه الخياشيم من هنا كده. بمد صبعي ويعني بتكه كده وبطلع كل المراره اللي هنا او البطنيه. ماشي، شايفين النخشوش انا غسلته ونضيف ما شاء الله حلو ازاي. بس انا طبعا هحطه بقى في الفريزر علشان خاطر الاولاد عندهم برد وسخونيه اليومين دول كده، وانا مش عايزه اعمل لهم السمك اليومين دول. اللي عندما يرتاحوا ان شاء الله نبقى نعمله اخر الاسبوع او كده. فانا هحطه في كيستين كده حلوين عشان ما يسرش معايا في الفريزر، وهعينه. ماشي. تاني حاجه جبتها وهي الطماطم. والطماطم دي طبعا النهارده كانت سعرها الكيلو ونص ب10، وكانت حلوه خالص. طماطم حلوه برضو اهي، يعني ما شاء الله الحبايه من اختها وانا منجياها وجامده. دي ممكن تسيبوها بره، لو هي جامده شويه بتسيبوها بره بتبقى حمراء، يعني بتقعد يومين كده ولا حاجه بتلاقيها احمرت كده وطريت. لو هي حبايه صفراء او جامده زي دي ماشي. فانا طبعا هفضيها هنا في الشبكه دي. انا طبعا جبت خيار بلدي كده النهارده علشان خاطر امبارح ما جبتش الخيار لان ما كانش حلو كده، ما كانش عاجبني في المحل زي ما قلت لكم. وانا بحب الخياره اللي هي الرفيعه دي. ماشي. تاني حاجه جبت ايه؟ جولجاس ايه ده؟ صوص الجولجاس ده نوع كده عامل زي من انواع البطاطس والحاجات دي يا حبايبي. ان شاء الله هعمله النهارده معاكم، هنشوف احنا هنعمله ازاي. طريقه بسيطه جدا وسهله. هو على فكره ليه كام طريقه، ممكن تعمليه مثلا مشوح كده معلقه سمنه، وممكن تحمريه قبل ما تحطيه في الصلصه. ليه كام طريقه يعني. فانا هعمله بطريقه سهله وانا بحبها يعني. وانا جبت الاثنين دول الصغيرين دول بس علشان على جدي، لان اولادي ما باكلوهوش، وانتوا عارفين طبعا ابو ملك مش موجود وكده، فانا لوحدي، فده كتير عليا اساسا يعني. انا ممكن اعمل واحده بس. والله ما صل على النبي. جبت لهم بوظه كمان، وجبت كمان ايه بقى؟ خضره اهي. جبت شبت بتاع ده جرجير، وجبت شبت. الربطه دي ب5 جنيه. الربطه دي كلها ب5 جنيه. الربطه دي كلها ب5 جنيه. ماشي. شبت وبقدونس وكزبره كله ببعضه كده يا حبايبي، خلطه بيضه كده اهي. وجبت جرجير الاتنين ب5 ودي ب5. وجبت ربطه بصل برضو ب5. وجبت ربطه خس كده، وربطه خس دي ب10. انا بحب الخس اللي هو ايه ليه قلبيه زي ده كده. بحب اللي هو ليه قلبيه. انا جبت الفتي من اللي هو الطويل شويه السرح ده البلدي، علشان خاطر هما بيحبوا يعملوه محشي. فانا قلت تصدقوا ان ملوكه بنتي قالت يا ماما نفسي في محشي خس. يلا بقى بظروفها ان عرفنا نعمل الورق ده محشي هنعمله، ما عرفناش ممكن نروح نشتري كمان ربطه عشان خاطر ملوكه ونعمل لها بها محشي. وهاخد ربطه كده وهغسلها اهي. تعالوا معايا. ربطه كده حطيتها في الميه وشطفتها كده الاول، وبعد كده هسيبها بقى في ميه كده خل اهو. احط عليها خل كده وانجعها. عايزه اصفي منها شويه ميه بس كده عشان مش يبقوا كتير. عايزه احط عليها خل كده عشان خاطر انجع الخضره كده في الميه والخل كده عشان البكتيريا. ماشي. وطبعا بقى معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. نشوفوا هنعمل ايه وهنعمل ايه مع بعض النهارده. ويا رب الفيديو يعجبكم. تابعوه وحطوا اللايك، ويا ريت تسمعوا الفيديو كده للاخر. طبعا هجيب البولجاز بتاعي بقى، واللهم صل على النبي. هقشره كده. وطبعا يستحب ان انتوا تمسكوا منديل او قماشه بيضه تكون نظيفه كده مخصصه للطبخ يعني، وتمسكوا بيها الحته اللي انتوا هتقشروها البيضه دي، علشان خاطر هي كان عليها يعني زي طينه كده. فايديكم ما تتعصش مثلا من الطين ده وترجعوا تحطوا ايديكم على الحته اللي اتقشرت فتتعص تاني فكده يعني. فده كان من الاحسن يعني. بس انا بقى نسيت وما كانش بصراحه عندي مناديل في الوقت ده، كنت مخلصه
وقلت يلا انا كده كده هغسلهم، بس لما بتيجي تغسلوها بتحسوا ان هي بتمزلج معاكم كده ومش بتتحكموا فيها، فممكن تنشفوها بمناديل مطبخ وممكن تغسلوها. في ناس بتقول لا ما بتتغسلش، بس انا بصراحه بحب اغسلها. المهم ممكن تغسلها بميه دافيه فبتحوش المزلجه دي كلها. وبقطعها كده زي ما انتم شايفين، بعملها كده قطع او مكعبات. واللهم صل على النبي، الكميه بتاعتي كلها بعملها كده. في ناس بتحب تعملها صوابع زي والدتي، بتحب تعملها صوابع كده زي البطاطس بس تخينه شويه، وبتحمرها في الزيت نص تحميره كده وبتحطها في الصلصه. لا انا بحبها بقى اشوحها كده تشويحه حلوه في الزيت كده. بجيب معلقه زيت او سمنه في الطاسه وبحطها كده زي ما انتم شايفين كده، وبشوحها تشويحتين كده، وبرش عليها رشه كمون كده، فلفل اسمر و ملح كده بسيطه، وبسيبها مع نفسها تتشوح كده. لما بتحسوا ان هي استوت يعني جربت تستوي، بنحطها بقى في الصلصه. ماشي، فاحنا هنعمل الصلصه مع بعض. هنقطع كده بصلتين في الكبه، نفرمهم وهنحط عليهم نص معلقه كده من التوم او معلقه توم براحتك يعني على حسب ما انت عايزه. تنزلي بقى بشفشق الطماطم اللي انت فرمتيه كده او بنص الشفشق، ونظبط بقى الملح بتاعنا والكمون والفلفل الاسمر والبهارات بتاعتنا الحلوه كده للصلصه، ونسيبها بقى تتسبك. نحط شويه مثلا بابريكا لو عندك، ومعاهم معلقه سكر، اهم حاجه السكر عشان الحموضه يا حبايبي. فبعد كده هحمر بقى شويه لسان عصفور كده زي ما انتم شايفين، واركنهم على جنب كده. ومعايا الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت في الوقت ده، وكنت شلت منها جيمة طبق كده تبليه صوصا، لان انا كنت عامله تسبيكه كتيره على الكميه اللي انا هعملها. فانا قلت ان كان عندي طماطم طريه، قلت اسبكها واحوش منها طبق كده يبقى عندي في التلاجة لاي ظروف وكده. واللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين كده بقول لكم شايفين يعني هي خلاص جربت تستوي. فانتوا بقى تحطوها كده في الصلصه، يعني ممكن تخلوها نص سوا او تجرب يعني تكون مثلا لسه لها 10 دقايق او ربع ساعه. وبعد كده تنزلوها في الصلصه بتاعتها كده، وتظبطوا الصلصه بتاعتكم وتسيبوها على نار هاديه كده، وتزودوها بقى شويه شوربه كده او شويه ميه او مرقه. واللهم صل على النبي، تسيبوها مع نفسها لما تستوي. بعد كده هحط الفراخ بتاعتي تتشوح، لان هي كانت اتاخرت معايا على ما فكت، لان انا كنت بصراحه مش كنت ناويه اعمل النهارده فراخ وكده. فالكلام ده كان بقى يعني الظهر، فعلى ما طلعت الفراخ وفكت بقى وكده قلت يلا مش مشكله. وبعد كده عملت بقى حبتين بطاطس برضو في الشوربه كده مع لسان العصفور، ودي الشوربه الحلوه بتاعتنا. وبدات اغرف بقى بعد ما الاولاد يجوا كده من المدرسه. في الوقت ده كانوا الاولاد بيقولوا لي ايه كوسه ده، ايه جولجاز ده يا ماما؟ قلت لهم ده حاجه زي البطاطس كده، يعني نوع من انواع البطاطس. وكانوا بيعيبوا عليها يعني بيقولوا لا احنا مش واكلين منها. قلت لهم هي دي وحشه، فكنت بوريها لهم. طبعا بقى يا حبايبي عملنا بقى الايه الاكل بتاعنا زي ما انتم شفتوا معايا. وده بقى الجولجاز بتاعنا اهو. تعالوا نعمله كده. شايفين البولجاز بتاعنا ما شاء الله، والله العظيم يتكلم عن نفسه. يعني هو اساسا مش يعني مستوي خالص، وفي ناس بتحب تسيبه يعني ايه في يعني نص سوا كده. لا بس انا بحبه مستوي، وهو زيه زي البطاطس. وده بقى الايه لسان العصفور بتاعنا والبطاطس بتاعتنا والشوربه. وانا بقى ايه بسلق كام بطاطسيه كده، انا بحب احمرهم بس انا ايه كسلت بقى عن النوم النهارده. ودي الفراخ بتاعتنا. اتفضلوا بقى معانا الغدا. اولاد بقى ياكلوا بطاطس ولسان عصفور بالشوربه كده عشان ايه البرد والسخونيه، وانا هاكل طبخ يا حبايبي. اتفضلوا معايا.